علبة نسكافيه مصري ب 75 جنيه ضد علبة نسكافيه مستورد ب 179 جنيه. بس يا ترى مين فيهم بيفوق اكتر؟ يلا نبدأ التحدي. المصري 50 جرام مش مكتوب عليه اي معلومات مختلفة. المستورد 50 جرام بس مكتوب فيه مذكرات، قال لك شوجر فري ولو كالوري، ماشي، بطعم الكوكيز اند كريم، اوكي، نو ناتس وفيجن، والله ما يبصر. لكن تاخد العظيمة، القهوة دي مجففة بالتجميل، مجففة بالقيالة. كده نبدأ بقى. حطيت لك سلوفانة دهبي شياكة الشياكة. السلوفانة هنا شياكة الشياكتين الصراحة. الريحة، ريحة قهوة شبه النسكافيه شوية، اللذيذ منه. مستورد بقى موديك على ريحه الشوكولاته، الفانيليا، لمحه القهوه. الشكل هو اللي فيه فرق خطير. المصري تحس ان الحبيبات تخينه شبه القرنفل شويه، مستورد افتح وشكله بريميوم اكتر، تحس حاجه بتلمع. انزل لي باتنين نسكافيه باللبن. رجعنا الاتنين جنب بعض، ده المستورد وده المصري، اللون تقريبا واحد بس الريحه مختلفه جدا. ده تحس انه غرقان في الكوكيز. طبعا مش هيمنع ان ابدا بابن بلد. بسم الله. رشفه كمان. هو في طعم قهوه واضح لكن مش قوي، الجوده بتاعته معقوله، مش اعلى حاجه. المستورد موضوع بعيد قوي. طعم قهوه حلو جدا، سنه رفاهيه غير مبرره، لمسه فانيليا مع لمسه شوكولاته، حاجه في الاستاكه منه. تسالني وتقول لي من جوه مين يكسب التحدي؟ اسف المستورد يكسب. لو مزهزهه معاك وعايز تدلع نفسك في الفترات الصباحيه، اعمل سيف للفيديو، شيل عشان نسكافيه. قول انتوا بتستخدموا انهي نوع دلوقتي.